تعال لك منها بنت يا زلمه، اسم الله اسم الله بتجنن عن جد. واو جايز خطيره حلوه كثير. هاي مرحبا، معك دكتور بيوتي بس دي دكتور بيوتي، دكتور بيوتي بسأل بنت شو سر جمالها بس. هاي كيفك؟ معك سمير هاشم بيج دكتور بيوتي. جايز لك اسم الله شو حلوه، بدي اسالك شو سر جمالك يا خزلعان؟ أول شي هيدي شغلتي، أنا خبيرة تجميل ومعروفة بلبنان بألمانيا بفرنسا. واو جايز خطيره. تجميل مثل شو؟ كل شي بوتوكس فيلر وهيك، وعندي بيوتي سنتر بلبنان، عندي بيوتي سنتر بفرنسا. واو 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 اسم الله عليك، اصلا وجهك بيوحى هالجمال كله. في ناس هيك شغله، حدا مشابهك للفنان يا هيفا وهبه؟ جايز ليكو قد ايه بتشبهه، وبدي بالكومنت تكتبوا لي قد ايه بتشبهها عن شوف، جد. إذا بتفوت بتجوجل شوي إيه في أكيد. شبه صراحه طبعا. مش انه نحن عم نحكي هيك، عن جد في شبه. أصلا أنا بحبها كتير لهيفا، ويعني بس أنا ديفرنت شوي. اسم الله عليك عن جد. حدا قال لك انت يا خزلعان لوحه منحوته؟ اسم الله عليك يا قمر. بقى بدي اسالك، شو بتعطي نصيحه لكل امراه لتحافظ على جمالها، كونك انت دكتوره واسم الله معروفه بلبنان وكمان بالمانيا؟ تضلها تهتم بحالها، تضلها عندها ثقة بحالها، لأنه مش كل شيء غبر وتجميل زيتي، وتعمل شيء لنفسها. يعني هي تفتخر بحالها. مش قبل ما اسالك كيف الاجواء، صراحه خوفوني الشباب اللي معك، نقزت اول شيء جايز خفت منهم. اسم الله لازم لك اصلا هلا هيك يكون عندك بودي جارد. I have اسمها الديفا اسم الله. بدي لك كيف الاجواء كانت ببانز اليوم؟ والعاني amazing. أنت بتعرف أنها أول مرة بشوف جاي من المانيا. إيه أوريدي أنا هون 10 أيام، بس كثير بسمع بفان وعجب. نمبر 1. سهر بلبنان. شايفه هيك شيء برا؟ نيفر نو نو واي. ونحن على فكره نتشرف فيك اللي جيتي من المانيا كمان لهون على البانز، ونور بوجودك. حبيبه قلبي، ثانك يو كثير لك. باي 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 باي.